أقول لك على حاجة قريبة بس تخليها في سرك. أنا بضرب بس بصلي. طب أقول لك على التقيلة، أنا بعرف حريم بس بصلي. الأنجح من كده، مولعها على النت بس بصلي. عارف أبو عمو، ساعات بلبس الجلابية وأطلع كده وأتمشى وأعمل فيها سبع البرمبة، والناس تبص عليك تقول ده متكبر بس بصلي. طب ساعات تاخدني الجلالة على الآخر يعني، بس بصلي برضه. ساعات الشيطان بيوزني وبتقفل معاي، ولما حد بيزعلني بفكر أعمل معاه الغلط بس برجع أصلي. أنت ما تعرفنيش، أنت تعرفني، أنت تعرف أنا كل حاجة عملتها في حياتي، كل حاجة عملتها بس الحمد لله بصلي. طب أنت تعرف ربنا هداني ليه؟ ربنا هداني عشان بصلي. إيه أكتر حاجة عملتها في حياتك يا قريبي؟ أنا عملت أكتر منها بس ربنا هداني. عارف ليه؟ عشان كنت بصلي. ساعات كده دماغي بتاكلني واطلع على البار اروش على نفسي شويه، بس بعد ما برجع بغتسل كده وبصلي. ما اكدبش عليك، ما انا مش شيخ برضه. ساعات الجماعه يعني بيجوني يلعبوا لي في دماغي شويه ونطلع نروش على بعضينا كده، سهره، فرح، نضرب لنا زيارتين، نلف لنا لفه، اعكس لنا واحده، ممكن نوقف على الناصيه ونقضيها شويه، بس ما لما برجع بصلي. طب انت تعرف ساعات بتقفل معاي وممكن تهب مني وتلاقيني كده اتضايق امي شويه، بس اول ما بهدى بروح اتوضى واخد رضاها وارجع اصلي. طب انت تعرف لو قفلت معاي اروح اعمل حكايه واحط على اللي ضايقني، بس اول ما برجع بصلي. لما اشوفني جاي من الجامعه قريبي ما تقعدش تتنقوز، انا مش شيخ بس بصلي. اوقات شوشو بيلعب لي في دماغي بالليل وانا قاعد ماسك التليفون، واقعد كده مع نفسي واقضيها شويه زله، بس اول ما بقوم بغتسل وصلي. يا ابو عم انا كل ده مش راضي عليه ونفسي ربنا يهديني، عشان كده بصلي. يا قريبي حتى لو مش بتصلي اعمل مشاركة للفيديو ده، يمكن ربنا يهدي حد وتكون سبب في انك تخليه يصلي. لما بيظلموني ما باخدش حق بيدي، لا ده انا بروح اتوضأ وادعي عليهم وانا بصلي. وهقولها لك نصيحة يا قريبي تحطها حلقة في ودنك: النفاق والظلم اكتر حاجتين خليهم بعيد عنك، لانك هتتجر فيهم من قفاك حتى لو كنت بتصلي.